السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في فيديو جديد. زمان في عيد الحب كانت الناس بيبقى ليها اتجاهين. اولا لو انت شخص مرتبط فيه انثى في حياتك، فبتبتدي بقى تطلع روح تامر حسني اللي جواك وتبقى رومانسي وتروح تجيب دباديب حمراء وتخرج والكلام ده كله. اما بقى على الجانب الاخر، فلو انت مفيش حد في حياتك ووحيد، فهتقضي اليوم اللي هو هتعمل هتعيش حياتك الطبيعيه عادي. يعني انا هخلص تصوير دلوقتي وانزل اروح الشغل بتاعي عادي. ولكن فيلم النهارده بقى بيبين لنا شخص قرر ان هو ياخد اتجاه تالت خالص عن الاتجاهين دول. قرر اللي هو لو مش هيعرف يحسن مزاجه فهيعكر صفو حياة الآخرين. قرر ان هو يشد سلاحه ويمشي، وأي زوجين هيقابلهم هيقتلهم. خلى ان يبقى فيه حالة من الهلع على مستوى البلد كلها، وهيخلي اي حد بيفكر بس ان هو يحتفل بعيد الحب يفكر مليون مرة قبل ما يحاول يعمل اي حاجة. تقديم شخصية المجرم بتاعنا كان حلو جدا، كان تقديم قوي وواضح ان احنا قدام شخصية قاتلة بلا رحمة وبلا اي هوادة، بيقتل اي زوجين يقابلوه، واي حد بيظهر يحاول يمنع الموضوع بيقتله هو كمان. شخصية واعدة الحقيقة، وكان ممكن ان هي يتم تقديمها لعمل سلسلة افلام. كان ممكن ان احنا نستغلها بانها تبقى شخصية من الشخصيات الايقونية، شخصيات السلاشر المعروفة بالنسبة لنا. واعتقد ان ربما مستقبلا يحاولوا ان هم يعملوا اجزاء تانية للفيلم ده. ولكن بعد كده الفيلم قرر ان هو ياخد اتجاه يبوظ الموضوع شوية، هو انه هيزود في الكوميديا، هيبقى فيه جانب كوميدي كبير معانا، والفيلم هيكون رعب كوميدي. وده طبعا اثر على التجربة بشكل كبير قوي، لان الكوميديا اللي موجودة وحشة والفيلم زود فيها زيادة عن اللزوم، وصلت لحد الابتذال. فكان الافضل طبعا ان الفيلم يكمل كفيلم رعب ويبعد عن الموضوع الكوميديا اللي هو بيعمله، خصوصا ان هو في السبيل ان هو يحقق الكوميديا ضحى بحاجات ياما موجودة في الفيلم. يعني مثلا المحققين اللي موجودين معانا وعناصر الشرطة كلها اللي موجودة كانت من أعبط ما يكون. يعني في جريمة قتل، في مجرم بيقتل ناس وبيقتل في كذا ولاية، ومع ذلك يعني اللي هو تحس مفيش اهتمام عادي. المحققين اللي بيحققوا كوميديا هي حاجة بس يعني جايبينها، كل عناصر الشرطة اللي ظهرت هم جايين لتحقيق الكوميديا بس، وأغراض تانية بتبان في نهاية الفيلم يعني. ولكن الأساس بتاعهم اللي هو المفروض ان الناس دي كده مضحكة، المفروض بالهبل اللي هم بيعملوه انا اضحك وانا بتفرج. يعني الحاجة الوحيدة الكوميدية اللي عملوها ان هم قلشوا قلشة حلوة على فيلم هوبز اند شو. بس كمان برضو الجانب الحواري اللي اخد الاتجاه الكوميدي اكتر من ان هو يخدم القصة او حاجة، فنتج عنه برضو انه كان في عبط بيحصل. يعني في البداية كان في شخصية بتتكلم كده بتوصف حد تاني، قعدت فوق الدقيقة بتتكلم اللي هو خلاص خلاص كفاية، ما أنا مش مستفيد حاجة بالكلام ده. فالكوميديا هنا في الفيلم يعني هي أثرت بالسلب أكتر ما بالإيجاب. أما بالنسبة لرتم الفيلم، فهو رتم الفيلم سريع، والفيلم مدته قصيرة ساعة ونص، فمش هتحس بملل. وكمان أحداث الفيلم في العموم بتدور كلها في نفس الليلة، هي ليلة بنخلص أحداثها كلها فبتجري ورا بعضيها، فمش هتحس بأي ملل أو زهق. وبرضه من أحد المشاكل اللي واجهتني مع الفيلم هو إن الفيلم كان كسلان في بعض الحاجات المعينة اللي موجودة. في حاجات بيتم عرضها في الفيلم في البداية مثلا بتحصل، فأنت عارف مليون في المية إن الحاجة اللي اتعرض دي هي هيتم استخدامها في النهاية. في شخصية ظهرت كده معانا في نص الفيلم، اتأكدت مليون في المية أول ما شفته إن هو ده المجرم اللي موجود معانا. فالفيلم كان كسول في إن هو يحاول يداري الحاجات دي، أو إن هو يحاول يعملها بشكل يعني زي ما بنقوله كده ان هو يصيع علينا شويه، اللي هو يحاول ان هو يداري الموضوع اكتر من كده، يحاول ان يبقى فيه عنصر من عناصر المفاجاه في النهايه. هو كان فيه موجود، ولكن يعني عشان كان الموضوع في النهايه كان له بعض الابعاد المختلفه. لكن الفيلم في محاولة ان هو يداري العناصر اللي هيستخدمها هو ما بذلش اي مجهود في ده. بالنسبة للاخراج، فالاخراج على مستوى مشاهد القتل والدموية والمطاردات والحاجات اللي موجودة فكان حلو. كان في بعض الدموية، الناس اللي بتحب الحاجات دي هتنبسط. فالفيلم على مستوى ان هو سلاشر كان حلو وكان مرضي مفيهوش مشاكل. المشكلة كلها كانت في الجانب الكوميدي ومحاولة فرض الكوميديا بالعافية علينا، اللي الإخراج محاولش إن هو يتناولها بأفضل صورة ممكنة، ويعني معرفش إن هو يبرزها ويخليها حاجة كويسة. وكمان برضو أحد العيوب اللي كانت موجودة في الإخراج هي الأداء التمثيلي. لو اتكلمنا عن الاداء التمثيلي هقولك ان البطلين بتوع الفيلم ادائهم التمثيلي كان حلو وكان مرضي. ما دون ذلك كل الناس اللي ظهروا معانا ادائهم التمثيلي وحش. ادائهم التمثيلي هو مجرد محاولات كوميديه، واحنا ان احنا عايزين بقى نديهم الساحه عشان يعملوا حاجات كوميديه، وهم لا سيناريو خادم ولا حوار خادم ولا هم حتى عارفين يعملوا مشاهد كوميديه. كوميديا بالنسبه لي هي كانت اللعنه اللي موجوده في الفيلم. يعني لو كان تم استخدامها بشكل صح او تم التقليل منها كان هيكون اكيد افضل بكتير.
تقييم الفيلم هو 6.5 من 10. الفيلم تجربة مرضية نوعا ما. طبعا كان هيكون أفضل بكتير لو كنا تخلينا عن الكوميديا، كنا عملنا فيلم سلاشر تقليدي للغاية، فيلم رعب سلاشر واحد بيجري ورا ناس عشان يقتلهم في مطارداته، جانب بقى من الإثارة والمتعة والحاجات دي. الفيلم بالتأكيد كان هيكون أفضل. الفيلم قرر إن هو ياخد اتجاه الكوميديا اللي قلل من الموضوع شويه وبوظ نوعا ما جانب الرعب اللي موجود معانا. بس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.